كلها بتحذر ان ده اسوأ حاجه تقريبا اخترعوها في حوار الاكل العظيم. سمبوسه، ممبار، اوكي، فراخ، زياده فرص الاصابه بامراض، زياده مخاطر الاصابه بالسرطان، رفع خطر الاصابه بالسمنه، ارتفاع مستويات السكر في الدم. انت لو عايز تضر نفسك. ازيكم؟ فيديو النهارده هو فيديو مختلف شويه، لان انا هحكي لكم حكايه هي فعلا غيرت حياتي. اللي ما يعرفش، ده شكلي كان من سنتين تقريبا، كان وزني اولموست 130 كيلو، وكنت من الناس المقتنعه ان طول ما في لبس ليا بيتباع في السوق فانا مش محتاج اخس. وكانت حياتي مش احسن حاجه شويه ليها علاقه بالصحه والكلام ده، الى ان قررت ان انا انجرف الى حته الناس اللي هي بتاكل اكل نظيف وهيلثي لايف ستايل، وان احنا نلعب رياضه وتبقى الدنيا افضل وهكذا. طبعا شايفين النتيجه، انا بكلمكم بعد سنتين تقريبا من الموضوع ده. ولكن في حته في مشوار اللي هي الحياه النظيفه دي، ان انت تاكل اكل نظيف بتاع ربنا والدنيا تبقى تمام كده، اللي هو الحاجات زي ما ربنا نزلها. في مرحله من المراحل او في حاجه من الحاجات هي اللي فضلت يعني راكبه في دماغي طول السنتين دي. والحاجه دي هي احب اشكر عليها التكنولوجيا، لانها ساعدتني ان انا اتخطى هذه المرحله، لاني من غير التكنولوجيا ما كنتش عرفت اتخطى هذه المرحله. ايه بقى الموضوع ده؟ انا في حياتي كلها بحب 3 حاجات. بحب العيش، الحاجات اللي هي قبل كده، بحب العيش، واحب السكر، الحاجات البسبوسه والكنافه ومش عارف ايه، واحب الحاجات المقليه. اوكي، سيبك من العيش والسكر وهنتكلم عليهم، انا مش دكتور طبعا، فبس انتوا يعني لازم تبقوا عارفين ان ال3 حاجات دول هم 3 حاجات خطيره جدا. سيبك من العيش والسكر، القشطه انت ممكن تاكل عيش بقى بني، ولا تخلي بالك ان انت تاكل عيش اقل ولا حاجه، والسكر تشرب الحاجه من غير سكر وتحاول تحافظ وشويه والدنيا لطيفه. ولكن المقليات يا جماعه، الفرايد تشيكن ولا الفرايز كده، البطاطس دي اللي انا بجيبها من ماكدونالدز، اللي بقعد احطها في الصوص بتاع البيك تيستي، صح؟ وفي بقى اللي هو التوميه مع البطاطس، عارفين الحاجات دي اللي هي تصلب شرايين. بس الموضوع ده كان مهم جدا، وكان عندي مشكله فيه، ان دايما بحب اكل المقليات وبحب اكل الحاجات دي، وبحس ان انا بستمتع بحته المقليات. الى ان قريت مقاله جامده جدا عن زيت القلي. اوكي، اللي ما يعرفش زيت القلي هو اخترعه حد من الناس ربنا يكرمهم، من النبات بقى ولا مش نبات ولا مش عارف ايه، جه منين مش عارف. ولكن زيت القلي ده الحاجه الوحيده اللي انت لو دخلت دورت لها على فوائد زيت القلي مش هتلاقي له فايده. يعني لو انت دورت كده على الفيسبوك او دورت على جوجل او دورت على اي حاجه واكتب كده فوائد زيت القلي، انا والله عملت سيرش على فوائد زيت القلي، لقيت ان هو ليه فايده الصراحه، هي واحده بس، ان هو بعد ما بتقلي فيه تقدر تعمله صابون. طب يا جماعه، قبل ما نشتريه يعني احنا ليه بنعمل كده؟ قال لك ما حدش عارف. يعني الموضوع ده من زمان، ان هو الناس كلها بتحذر ان ده اسوأ حاجه تقريبا اخترعوها في حوار الاكل، وكل الناس كل يوم بتستسهل وبتشتغل بيه او بتعمل بيه اكلها، وبالتالي هو بيؤدي لهم ليه حاجات خطيره. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا جيت دورت على اضرار بقى زيت القلي. لو احنا بنتكلم النهارده على حاجه، يعني انتوا مش متخيلين النهارده احنا ليه بنعمل الفيديو ده. هو فيديو توعوي عن حاجه مهمه انا كنت عايز اقولها لكم، وفيديو بحكي فيها تجربه، وفيديو هنجرب فيها جهاز، بس انا مش هوريكم الجهاز، ما تجيبيش الكاميرا كده. اوكي، حاجه ساعدتني في ان انا اتخطى الحته دي. المهم، لو دخلنا على اضرار زيت القلي يخرب بيته، اول حاجه زياده فرص الاصابه بامراض القلب، 1. اوكي، تاني حاجه رفع خطر الاصابه بالسمنه، 2. زياده مخاطر الاصابه بالسرطان، 3. 4 بقى حدوث اضرار للكبد الكلى، 5. ارتفاع مستويات السكر في الدم. ايه ده؟ يعني انت لو عايز تضر نفسك، يعني انت لو قررت تصحى كده تقول انا قررت يعني اضر نفسي باقصى درجات الضرر، حضرتك تروح جايب بطاطس وتخش تقليها في زيت القلي بدرجه حراره عاليه. اوكي، ويا بقى لو انت قليت في زيت مرتين 3، يا انت عايز بتاكسلريت بقى، عايز توصل للنهايه، يعني انت عايز توصل لنهايه حياتك بشكل اسهل، ملوش فايده. فحضرتك لازم ان حضرتك تقلل موضوع الزيت ده. انا على فكره كل الناس اللي بحبهم، وانا عشان بحبكم بنصحكم بخلي بالكم يا جماعه، هذا الموضوع فيه سم قاتل. الزيت ده من اسوأ الحاجات اللي انت ممكن تتعامل معاها في حياتك. طيب انا الصراحه مش موافق، يعني انا فكره الناجتس والتشيكن ستريبس والبرجر والكلام ده لو ما يعني خلاص مش مشكله، يعني هنعيش كم مره يعني. الى ان طبعا الموضوع مش جديد، بس انا ما كنتش عارفه، واظن في ناس ممكن ما تبقاش عارفاه وفي ناس عارفاه، ودي حاجه حلوه. الى ان لقيت ان في حاجه اسمها، اخترعوها كده شركه فيليبس في سنه 2002 تقريبا 2003، يعني خشوا دوروا على الموضوع ده. اخترعوا حاجه، بما ان الزيت ده كان حاجه كبيره قوي، عامل هيدك لكل الناس اللي عايزه تعيش حياه صحيه ومش عارفه، لان هو موجود في كل حاجه. اخترعوا حاجه اسمها الاير فراير. الاير فراير هو جهاز بيقلي بالهواء، يعني بيعمل لك نفس اللي انت عايزه بالظبط في الموضوع القلي، في موضوع ان انت تحط الحاجه في الزيت درجه الحراره العاليه والكلام ده، ان هو بيستخدم الهواء بديل للزيت.
وبيطلع نفس النتيجه، بيطلع نفس النتيجه، او بيطلع مثلا 90% من نفس النتيجه. يعني انا ممكن اكل حاجه بطعمها بالدنيا تبقى تمام وكل حاجه تبقى تمام من غير ما اقليها في الزيت، واصاب بامراض القلب والكلى والكبد والكوليسترول بيبقى عندي عالي والكلام ده. تقدر تعمل كده عن طريق جهاز اسمه اير فراير. ومن ساعتها كل الشركات بدات انها تعمل اجهزه اسمها اير فراير. في شركات بتعملها باسعار عاليه وفي شركات بتعملها باسعار قليله، ولكن في الاخر الفكره نفسها هتخلي حياتك مختلفة، هتخلي فكرة ان انت اصابتك بالامراض اقل، ان انت الكوليسترول في دمك اقل، ان انت بتعيش حياة نظيفة شوية، مش فكرة مقليات مقليات مقليات. انت عارف النهارده بريهام بعتلي صورة الفطار صح؟ والله العظيم سمبوسة، ممبار، اوكي، فراخ بانيه، صح، كان في ايه تاني؟ وحمام. حمام. بص الحمام ده ايه، سلقوه بتاعه ده تمام يعني، بس نسيبه كده؟ لا، خدوه قالوه حمروه. اوكي، والله احنا عندنا مشكله في الحته دي، تلاقي ان كل حاجه نخلص عليها خلاص ممكن تتاكل، ممكن تتاكل دلوقتي، هنعمل ايه بقى؟ نحطها في الزيت. ربنا يكرمك ويكرمنا يا رب. اوكي، المهم كنت دايما انا ماشي بقى بقعد اتكلم مع الناس على حته الاير فراير يا جماعه، وخلي بالكم لو عرفنا نجيب اير فراير يبقى احسن، او لو حتى لو انت مش هتستخدم الاير فراير ده ممكن تستخدم الفرن يعني بدل الاير فراير. والناس تقريبا مش مقتنعه. وحتى كنت لسه بتكلم مع شروق بقول لها على فكره ان هي لازم تجيب اير فراير، فقالت لي والله ماما مش موافقه وشايفه ان هي بتطلع الاكل مختلف تماما عن الحقيقه، والكونسبت مش، والزيت هو في احسن من طاسه الزيت والحته دي. فهنا قررت ان انا اجيب اير فراير. قررت ان انا اشتري، ده مش اعلان ولا حاجه، بس انا قررت ان انا اجيب اير فراير، وهجرب الاير فراير دلوقتي قدامكم وهوريكم ان هي فعلا ممكن تطلع نتيجه بالهواء، انها تقلي بالهواء، ما تجيبيش بقى خلاص تورنيدو بقى والحركات دي. انها تطلع بالهواء. ومعانا شروق هنا اهو، لو اقتنعت هتشتري مني الاير فراير، انا اشتريتها. اوكي، وطنط بقى رساله طنط تشتريها مني. اوكي، فاحنا النهارده هنفتح الاير فراير دي وهشغلها جبت برجر وجبت بانيه وبتاع. ما جبتش فرايز والله، ولا جبت فرايز، جبت فرايز حلو. جبت الثلاث حاجات دول وهحطهم في الاير فراير وهشوف هل هم فعلا ممكن يطلعوا نتيجه زي ما هي مقليه في الزيت ولا لا. انا عندي الاير فراير في البيت الصراحه، وبستخدمها بقالي تقريبا سنتين او سنه ونص ومريحاني جدا، ولكن عايزين نقنع مامة شروق طنط انها تشتري الاير فراير. اوكي، فيلا بينا نجرب الاير فراير. ادي الاير فراير فتحناها. انا عايز اقول لكم بس ان الاير فرايرز دي شركات وانواع وحاجات كتيره جدا، احنا تقريبا جبنا ارخص واحده موجوده في السوق، ولكن هي في الاخر بتفي بالغرض. انا عايز احكي لكم بس فكره، هو الفكره بتاعتها عامله ازاي. الفكره بتاعتها انها يعني علبه كده اهو، مش علبه، اسمها ايه، طاسه. اوكي، بيتحط هنا اهو فيها الحاجه، وجوه هنا في سخان في الحته دي كده، مش عارف تجيبيه، في سخان هنا اهو، شايفين جايبها جامد. في سخان هنا اهو، السخان ده بيطلع حراره، وفوقيه في مروحه. المروحه اللي فوق بتفضل تخلي الهواء يخش يلف جوه الطاسه دي، عشان في الاخر بالهواء بتحسس البطاطس كانها موجوده جوه الزيت، فبتاخد درجه الحراره العاليه، وفي الاخر بتطلع من غير مشاكل الزيت اللي احنا كنا بنتكلم عليه. انا حاسس ان انا في قناه سي سفره صح؟ يعني والله، والله عشان بحب ان الموضوع غريب، بس هو فعلا التكنولوجيا حلت الموضوع ده. اوكي، هو طبعا مش مهم يعني، مش لازم ماركه معينه، ولكن في الاخر كلهم بيعملوا نفس الوظيفه يعني. في الاخر بتفرق بقى في سعه الحله ومش عارف ايه والكلام ده، احنا بس جايبينها عشان نقنع بيها ام شروق وتشتريها مني ان شاء الله بعد ما نخلص. اوكي، العيب الوحيد من وجهه نظري في حته الاير فراير دي هي فكره انها بتاخد وقت وكهرباء. ما نقولش كده عشان امك ما تتفرجش هتتفرج على الفيديو. لا بقى، خلينا نبقى متفقين يعني. الحاجه لو اتحط في الزيت مثلا 5 دقائق، الاير فراير بتاخدها مثلا ربع ساعه تلت ساعه، لان الموضوع مختلف. الزيت بيبقى درجه حرارته عاليه جدا، ولكن الموضوع يستحق ان انا احافظ على امراض قلبي ان انا استنى 10 دقائق. اوكي، فدي اول حاجه. تاني حاجه بتاخد كهرباء عاليه، لانها فيها هيتر جوه وهي 1500 واط، فبتاخد كهرباء عاليه. فحضرتك دلوقتي قدام خيار ان حضرتك، بلاش خيار دي صح، قدام قدام موضوع ان حضرتك تستهلك كهرباء اعلى شويه ووقت اكتر شويه، ولا امراض قلب والكوليسترول وسمنه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فالحته دي مهمه جدا للناس اللي هي عايزه دايما حياتها تقشرها في البيت او تعملها في البيت، الدنيا بتبقى احسن بكتير. البطاطس نفسها مش مضره، ولكن لما نحطها في الزيت بتبقى مضره، بتبقى مش الحاجات اللي مش حلوه يعني. اوكي، فخلينا نجرب كده. انت جاهزه يا شروق؟ انا عايز اقول لكم ان انا اشتريتها سعرها تقريبا 2200 جنيه، وكان عليها برومو كود وبتاع وخصم وكده، وجبتها ب 1800، بس انت هتاخديها ب 2200 عادي. هتاخديها ب 1000. يلا خلينا نشوف ايه. وعملنا البانيه من غير ولا نقطه زيت. ادي البانيه بصوا من ناحيتين مستوي وده جامد جدا. وطبعا البانيه عشان هو بيتي فهو مش شكله زي الاعلانات، عارفين الاعلانات بيبقى مقرمش. اوه بانيه بدون نقطه زيت.
الموضوع جامد جدا، طعمه حلو اصلا. لا طعمه حلو اصلا، لو انا عملته في البيت وتبلته في البيت الموضوع يبقى احسن بكتير. زي ما انت شفتوا كده هو الموضوع قلب سي بي سي سفره، وانا الصراحه بفكر اتجه لموضوع الفود بلوجر ده بما اني هجرب اكل كتير. ولكن خلينا النهارده نقول كده احنا كنا محتاجين نبين لكم ايه من الفيديو او ايه الحاجات اللي انا كنت عايز اوصلها لكم من الفيديو ده. اول حاجه كنت عايز افهمكم ان فعلا الزيت من الحاجات الخطيره جدا، واللي انا لما غيرتها في حياتي فرقت معايا في حياتي بشكل كبير جدا. تاني حاجة ان ازاي التكنولوجيا حلت مشكلة كانت الناس كتير قوي مش هتقدم على انها تاخد الخطوة دي غير لما تلاقي بديل لفكرة القلي بالزيت، لان تقريبا كل العالم النهارده بيقلي بطاطس وكل العالم النهارده بيقلي بانيه ومش عارف ايه. فكرة ان هو يبقى فيه اير فراير هي الفكرة مش جديدة، زي ما قلت لكم هي الفكرة من اوائل الالفينات، ولكن هي فعلا فكرة ساعدت الناس انها تقدر تتحول لحياه صحيه بشكل احسن وانها ما تضرش حياتها بالزيت. تالت حاجه والحاجات المهمه جدا في الفيديو ده ان ماما شروق طنط ماما شروق تشتري مني الاير فراير، لانها كانت مقتنعه دايما ان الاير فراير دي غاليه وملهاش لازمه والكلام ده كله، وما بتعملش نفس اللي بيعمله الزيت، وفي احلى من الزيت والقلي في الزيت والكلام ده. فاحنا النهارده اقنعناها وانها تشتري مننا الاير فراير، اتمنى انها تشتري بعد الفيديو ده الاير فراير. ورابع حاجه ان انا اقول لكم الموضوع جامد ولا مش جامد؟ جامد ولا مش جامد يا برهان؟ جامد.